أستاذ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة. سؤال لحضرتك، هل تزوجها بوحي من الله أم باجتهاد منه؟ هل تزوجها بوحي من الله أم باجتهاد منه؟ تفضل لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزيزي رامي، بالنسبة يعني أمور، هناك أمور واجبة، وهناك أمور مستحبة، وهناك أمور إباحية مثل الزواج من الأمور. أستاذ محمد، يعني أستاذ محمد حياك الله، لعل أعيد على حضرتك صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بوحي أم باجتهاد منه؟ تفضل لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم عزيزي رامي، بالنسبة أمر من الله سبحانه وتعالى بأن علمه عن طريق الوحي هناك أمور مباحة، وهي منها الزواج والمأكلون. جميل جميل. قلت بأمر من الله، هل يأمر الله بالمعاصي؟ انت قلت ام المؤمنين كانت تتعلم الامام زمانها ام المؤمنات في قتل اكثر من 10,000 مسلم، ام المؤمنين كذا كذا كذا، كتير من تواناتكم فيها. فهل الله يأمر بالمعاصي؟ تفضل لك المايك. أخي عزيزي رامي، لعلك لم تفهم أو لم تسمع جوابي. جوابي في الأمر من الوحي كان في أمر المباحات، أمر المباحات وليس أمر التزويج. لذلك فهم رسول الله عن طريق الوحي أن أمر التزويج من المباحات له أن. جميل جميل ممتاز. يبقى النبي فعل اجتهاد. هل أصاب النبي في اجتهاده هذا أم أخطأ؟ هل أصاب النبي في اجتهاده من زواجه من أم المؤمنين عائشة ولا أخطأ؟ تفضل لك المايك. عزيزي، المباحات لا يوجد فيها اجتهاد. يعني الآن أنا حينما أريد أن أكل نوعا من الطعام، هل هذا يعتبر اجتهاد أو غير اجتهاد؟ هذا أمر مباح يعني. أما الاجتهاد لا أبين لك. لو أنا دلوقتي قدامي أمر مباح يا إخوة وكلت، بس الطعام فيه سم، هل يجوز أن أكله؟ هل يجوز أن أكل الطعام؟ طب بلاش النقطة دي. هسهلها لك أوضح بمثال في نفس الموضوع. بس أنت لا تقيس، لأن القياس في دينك باطل. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم أن أم المؤمنين عائشة ستؤذيه وستخرج على إمام زمانها وستقتل أكثر من 10,000 مسلم، وسيوجد أناس بعد موته ب1400 سنة اللي احنا يتبعون أحاديث هذه المرأة؟ هل النبي كان يعلم بأن أم المؤمنين هتفعل كل هذا في هذه الأمة؟ كان يعلم ولا لا يعلم؟ تفضل لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك عزيزي رامي. أنا أتمنى أن تكون يعني كأخيك إن شاء الله أبي تراب، وهو أخ عزيز يعني لا ينقط، يعني الحمد لله يعني تصل الإجابة. يا أستاذ أجب لو سمحت. يا أستاذ أجب لو سمحت بدون المقدمات دي. هو أنا بحاول محامي؟ يا أستاذ أجب لو سمحت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أم المؤمنين عائشة ستفعل كل هذه الأمور ولا كان لا يعلم؟ تفضل لك المايك. نعم عزيزي، الجواب إذا أعلمه الله سبحانه وتعالى فهو يعلم. الأمر يعود لله سبحانه وتعالى، يعلمه ما يشاء وقد لا يعلم. نعم، يعني النبي كان يعلم ولا لا يعلم؟ هل النبي كان يعلم ولا لا يعلم؟ الله أكبر. جميلة جدا يعني الحتة دي أستاذ محمد. تفضل قول كان لا يعلم وخلاص. تفضل لك المايك. أولا عزيزي لا أدري، أنا أجبتك قلت لك هل إذا أعلمها الله سبحانه وتعالى. لا أدريك لو أنت لا تدري. قال أبو عبد الله عليه السلام ورواية في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني: أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس بحجة لله على خلقه. أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس بحجة الله على خلقه. فالنبي كان لا يعلم ما سيصيبه من عائشة وما سيصير بعد موته مما تفعله عائشة رضي الله عنها في الأمة كما أنت تعتقد؟ تفضل لك المايك. قول النبي ليس بحجة لله على خلقه كما في الرواية وخلاص وانتهى الأمر. تفضل اطعن في النبي وخلاص، يعني مش مهم، أنت عندكم عادي يعني. تفضل لك المايك. جيد عزيزي، إذا كان كذلك فإنها تعتبر من الأمور الحتميات باعتبار مقدر عند الله سبحانه وتعالى أن تكون عائشة هي زوج النبي، ورسول الله يعلم ضمن هذا المضمار أنه من المقدرات عند الله سبحانه يعلم. الله المستعان. من شوية قلت لا يعلم، وبعدين بعدها قلت لا أدري، وبعدين قلت يعلم. أختار أنا واحدة ولا إيه؟ يعني أنا مش عارف. أول إجابة ليك لحضرتك لا يعلم، في دقيقة واحدة مش عارف أنا أختار إيه. أول إجابة لا يعلم، تاني إجابة لا أعلم أنت، تالت إجابة يعلم. لا يعلم ولا أعلم ولا لا يعلم؟ اختار إيه من الثلاثة؟ مش فاهم اختار إيه. أنت بتقول إذا، لا سيبك من الافتراضات. هل النبي يعلم ولا لا يعلم ولا أنت لا تعلم؟ اختار لك واحدة من النبي يعلم. نرجع تاني، اختار 3 أجوبة ورجع تاني للجواب رقم 1. أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس بحجة. ده عندك الحجة بيعلم اللي احنا بنعمله. عندك إمامك الحجة الآن بيعلم كل شيء احنا بنعمله، اللي انت بتفكر فيه قبل ما تتكلم بيه حجتك يعلمها. فهل النبي لا يعلم هذا؟ اسمع أخي، قد يغيب عنه الكرام الكاتبون لا يعرفون ما يجول في القلب. الذي يعرف ما يجول في القلب إمام زمانك والله وحده لا شريك له. إمام زمانك يعلم عنك كل شيء، ما يجول في قلبك، ما تدبر
اوعى تدبر الله اللي هو الامام بتاعك الهك هيعلم امامك المختفي بقى له 1200 سنه. فالامام بيعلم ما يجول في القلب. فهل النبي كان يعلم مش ما يجول في القلب، ما يحدث من عائشه كان يعلم ولا لا؟ تفضل لك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد عزيزي، أنا ألتزم الآن بهذه الرواية مع العلم أنا لم أطلع عليها ولا أعلم، ولكن لا إشكال. أقول حول هذه الرواية أن آل البيت عليهم السلام يعلمون الأمر المحتوم، يعني حتى حينما يقول إذا كان يعلم أن هذا الطعام مسموم كيف يشربه؟ هم يعلمون أن مصيرهم وأن حتمهم سوف جميل. يبقى النبي كان يعلم، النبي كان يعلم ان ام المؤمنين عائشة هتؤذيه وستؤذي الامة وستتسبب في قتل 10,000 مسلم، عد معاي، وسيكون لها اتباع الى هذا اليوم من 1400 سنة. كان يعلم كل ده. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا وفعل هذا؟ هل اخطأ ام اصاب؟ هل اخطأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم كل ذلك ام اصاب؟ تفضل لك الماء. واكثر من 1.5 مليار الان هم في ضلال عندك. هل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في هذا الأمر بزواجه منها أم كان مصيبا؟ تفضل لك الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي، رواياتكم من قالت ان رسول الله من قال اي من كنا تنبع عليها كلاب الحواب، اذن رسول الله يعلم ان من نسائه من تنبع عليها كلاب الحواب. وتذكرت عائشه هذا. اعيد عليك السؤال تاني لعل حضرتك بلع راديو ومش مركز. هل النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ ام اصاب في زواج من ام المؤمنين عائشه؟ مش هسيبك لما تجاوب الاول. هل اخطأ ولا اصاب في زواج من ام المؤمنين عائشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لم افهم ما تقصد، يعني انه اصاب. هل النبي حينما تزوج ام المؤمنين عائشه، يعني انت قلت بقى اجتهاد مش من الله زي ما اتفقنا من الاول خالص عشان ما ترجعناش تاني، هل اخطأ النبي في هذا ولا اصاب؟ كان مخطئ في زواج من ام المؤمنين ولا كان مصيب؟ تفضل لك الماء. عزيزي، انا بينت لك امر الزواج ليس امرا فقهيا حتى يصيب ويخطئ فيه، يعني ليس امرا فقهيا في قضيه يعني صلاه او زكاه. ده بيبنى عليها عقائدي فعلا، امر عقائدي ليس امر فقهي. احسن. الامر العقائدي اشد ولا ان يبقى تخرج على امام زمانها اشد ولا زي ما انت بتقول ما تسبب في قتل اكثر من 10,000 مسلم زي ما انت بتقول اما بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل النبي كان مصيبا في زواجه من ام المؤمنين ولا كان مخطئا ولا لم يكن مصيبا ولم يكن مخطئا؟ تفضل لك الماء. الجواب حاله وحال نبي الله نوح. لا قبل نوح او قبل لوط كانت رساله لم تنزل عليهم، لكن النبي نزلت عليه وتزوج عائشه في المدينه، دخل عليها في المدينه يعني بعد ان سافر. فهل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد كان مخطئ ولا مصيب؟ شفت يا اخوه من كفر الرافضي يخاف يقول النبي مصيب، من كفر الرافضي وطعنه في نبي الله خايف انه يقول النبي كان معاه الحق، خايف يقول ذلك عياذا بالله. عيد عليك السؤال للمره المليون، هل النبي اخطأ ام اصاب في زواجه من ام المؤمنين؟ عزيزي، انا قلت لك بالنسبه يعني الزواج هذا امر. لا عزيزي، قلت لك بالنسبه للزواج هذا امر ولا اصاب في زواجه من ام المؤمنين عائشه. تفضل لك الماء. حاله وحال نبي الله نوح ولوط، هذا جواب. انت لماذا؟ طيب جميل. هل نبي الله لوط او نبي الله نوح كان يعلم ان زوجته هتكفر به وهتضل قومه؟ تفضل. نعم ولا؟ نبي الله لوط كان يعلم ان زوجته هتكفر به وهتضل قومه ومع ذلك تزوجها؟ كان يعلم ذلك؟ تفضل لك الماء. يعني اذا اعلمه الله سبحانه وتعالى فهو يعلم. فهل سيدنا لوط ليس حجه لله؟ تفضل لك الماء. كان يعلم ولا كان لا يعلم؟ تفضل لك الماء. يعني وان كان يعلم، اذا كانت هذه الروايه يعني حتى تلتزم على يعني يعلم، ما تقوليش وإن، لا إما يعلم لا إما تقول قتيل الشواشب حسن شحاتة حمار إما قال هذا الكلام، ورواية في كتاب الكافر لمحمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافر. فإما تقول يعني حسن شحاتة حمار أو سيدنا لوط كان ليس لا يعلم وليس بحجة لله، أو كان يعلم. اختار لك واحدة من ثلاثة. تفضل. عزيز، الله سبحانه وتعالى يعلمه ما كان مقدر عند الله سبحانه وتعالى. جميل. الله أعلمه، يبقى نحط الشبهة عند سيدنا لوط عليه السلام. الله أعلمه. طب ما أعلمه إن زوجتك هتفعل كذا وكذا 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 وكذا، هل كان مخطئ ولا مصيب حينما تزوج زوجته الكافرة التي ضلت قومه؟ هل كان مخطئ أم مصيب سيدنا لوط؟ تفضل لك الماء. هتقول حاله زي حال مين بقى المرة دي؟ تفضل لك الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي، يعني انت غير خلينا اكمل الفكره حتى تستبان عندك. اقول ان كان الزواج كان من الامور الحتميه. لا تعالى الاول بس. سيدنا لوط زي ما انت بتقول الله اعلمه، وفي طبعا نساء اسلمت من امته، فهل سيدنا لوط كان مخطئا ام مصيبا حينما تزوج من هذه المراه؟ لانه كان يعلم الغيب. انتبه. فهل مخطئ ولا مصيب؟ تفضل لك.
الجواب انه مقدر من الله ولا يكون لنبي الله لوط او نبي الله محمد ان يغيره. لا 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 لا، بس مقدر، بس هو يعلم الغيب. فهل كان مخطئا ولا مصيبا؟ كان يعلم الغيب ويعلم ان هيحدث كذا وكذا وكذا، فهل كان مخطئا ولا مصيبا؟ تفضل لك المايك. نعم، علمه بالغيب لا يغير شيئا، يعني كما نعم كان يعلم، بس ذهب الى كان يعلم ان زوجته دي تكفر بالله وتفعل كل هذا، فهل اخطأ ولا لم يخطئ؟ تفضل لك المايك. اخطأ ما تزوجها ولا كان مصيبا؟ اختار واحده من الاثنين. تفضل. الجواب هذا امر مقدر عليه كما هو الموت. بس كان يعلم ان هي تكفر بالله، كان يعلم ان هي تكفر بالله، يعني الله هو الذي اختار له ذلك، الله هو الذي اختار له ذلك. تفضل لك المايك. نعم عزيز، والدليل في مصادركم حينما قال لها سوف جميل، الله اللي اختار له ذلك. هل الله يأمر بالعصيان؟ الله اختار له، امر ان يتزوج هذه المرأة الكافرة. شفتوا وصل؟ ما انا بقول لك هيزل علشان يطعن في ام المؤمنين عائشة طعن في النبي، عشان يطعن في ام المؤمنين عائشة طعن في سيدنا لوط، عشان يطعن في ام المؤمنين عائشة وصل للطعن بالله تبارك وتعالى. تفضل. هل الله يعني امر بان يتزوج هذه المرأة؟ هل الله يأمر بالمعاصي او هل الله يريد المعاصي؟ الله اراد ان لوط يتزوج من هذه المرأة. هل الله يريد الكفر عياذا بالله؟ تفضل لك المايك. يعني لا اعتقد يعني زواج النبي يعني في يعني حاشا لرسول الله فيه منقص او كفر للنبي صلى الله عليه وسلم. طعن في الله وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي لوط عليه السلام. شفت كفر اكبر من ذلك؟ شكرا استاذ محمد، احنا خدنا اللي احنا عايزينه من حضرتك، سجلنا لحضرتك اللي احنا عايزينه يعني ان شاء الله، وخدنا اللي احنا عايزينه حضرتك، وانت بتجاوب في المسألة 4 أقوال ونخليك تلف حوالين نفسك وترجع تجيب قول تاني وتقوله، ثم طعنت في الله وطعنت في رسوله وطعنت في سيدنا لوط.